فكرت ايه السر اللي بيميز المعماريين العباقرة المبدعين الناجحين اللي يخلي العملاء يدفعوا مئات الالاف لمهندسين معينين في حين ان كتير مش لاقيين حتى شغلانة واحدة يعملوها؟ ايه اللي يخلي بعض المصممين يطلعوا على اغلفة المجلات وتصميماتهم تدرس في كليات الهندسة ويكسبوا طبعا فلوس كتير وشهرة ويسيطروا على اكبر المشروعات؟ النهاردة هندخل عالم الابداع المعماري والتصميم الداخلي ونحاول نفك الشفرة بتاعته ونفهم اهم اسراره، فخليكم معايا وركزوا كويس قوي. أنا محمد الدجلة، مؤسس منصة بلانويا، والنهاردة بمناسبة إطلاق الإصدار السابع من برنامج تأسيس المعماريين، أخيراً ولأول مرة هندخل في أعماق علم وفن التصميم الداخلي بجانب أدوات وبرامج الرسم. لأول مرة بنقدم المعادلة الكاملة من فهم عميق لأسس التصميم وإتقان تام لأهم الأدوات. أنا شخصياً متحمس جداً لأننا فعلياً بقينا بنغطي كل حاجة هتحتاجها في رحلة الكارير بتاعك عشان تطور نفسك بجد وتفتح لنفسك فرص أكتر وتزود من دخل. على مدار سنين طويلة ربنا أكرمنا إنه يكون برنامج تأسيس المعماريين سبب في تعلم الآلاف لأهم البرامج الهندسية. طلابنا كانوا من كل المستويات، طلبة، خريجين ومدراء وحتى أصحاب مكاتب ودكاترة جامعة. دوراتنا بفضل الله ساعدت الناس تدخل المجال وتتطور فيه وتنافس في السوق. ولكن لحد امبارح بس احنا كنا بنقدم جانب واحد بس من المعادلة، هو جانب الأدوات. ورغم إنها تعتبر أسلحتك التنفيذية وتعلمك ليها ضروري وأساسي، إلا إنك كمان محتاج تطور العقل والحس الفني اللي بيشغل الادوات دي عشان يقدر يوظفها صح ويطلع بيها تحف فنية مميزة. التحف الفنية العظيمة للرسامين العظماء في التاريخ زي دافنشي مثلا ما كانتش عظيمة عشان هو استخدم أعظم فرشة في الدنيا ولا أفضل باليتة ألوان في التاريخ، ولكن أعماله كانت عظيمة عشان قدرته على خلق رؤى وأفكار فنية إبداعية وتحويلها بعد كده الأعمال باستخدام أدواته. بس الإبداع كان متعلق بالعملية الفنية نفسها، زي مثلا رؤيته في استخدام النور والظل للتعبير عن تعقيدات الطبيعة الإنسانية. هو ده اللي خلى الشغل بتاعه رموز خالدة في تاريخ الفن. ومن اول ما بدات رحلتي في التدريب وانا بحلم باليوم اللي ابدا ادخل فيه في الجانب ده من المعادله. من اول كورس ماكس اديته سنه 2008 كنت لسه طالب بيعلم زمايله الصغيرين ازاي يستخدموا الماكس في مشاريعهم، ويمكن كانوا بياخدوا معايا الكورسز بسبب ان انا مثلا بيشوفوني بجيب امتيازات في مشاريعي او بطلع بيها الاول على الدفعه او حتى باخد جوائز على مشروع التخرج بتاعي، ولكني طول الوقت كنت بقول لهم وبعلمهم ان الموضوع مش ماكس وبس، وان الريندر والتجميعه والبرزنتيشن ما هي الا جانب واحد من المعادله. خلصت الكليه وفتحت مكتبي الخاص وبدأنا نعمل مشاريع جوه مصر وبره مصر، ودخلنا مسابقات محلية وعالمية، وفي كل مرة كنا بنكسب مسابقة أو بنسلم مشروع لعميل عمرها ما كانت ماكس بس. ولما اتعينت معيد في الجامعة كانت دي أول فرصة ليا بقى إني أبدأ أدرس أسس التصميم. وأنا بصراحة بحب التدريس جدا، ولكن في التدريس الأكاديمي كان عندي مشكلة كبيرة وفي حاجة دايما بتضايقني، وهي دورة التكرار اللانهائية. كل سنة تكرر نفس الكلام لمجموعة طلاب جديدة، كل سنة نفس الكلام. حسيت ان الموضوع ده بيقتلني او بيطفيني من جوه، بيموتني بالبطيء، وده كان احد اهم الاسباب اللي خلتني اقدم استقالتي من الجامعه واسس منصه بلانويا وانطلق في رحله التعليم اونلاين. في العالم ده مفيش اي حدود للي نقدر نقدمه، لاننا ببساطه بقى عندنا كل الوقت اللي في الدنيا وكل الامكانيات والادوات اللي تخلينا نعمل الدورات بتاعتنا بافضل طريقه شرح وافضل امثله وافضل تمارين تطبيقيه بافضل كل حاجه، لان مفيش حدود. احنا نقدر نبحث ونلخص ونجهز ونشرح ونرجع نعدل ونعيد ونحسن ونعمل مونتاج براحتنا خالص لحد ما نتقن المحتوى بافضل حاجه نقدر عليها. فاحنا بنعمل تقريبا افضل نسخه من شرحنا للماده العلميه دي، وبعدين تيجي بقى اللحظه الذهبيه وهي اننا خلاص ما عدناش محتاجين نعيد الموضوع ده تاني، بل اننا المطلوب دلوقتي اننا نبني عليه ونروح نستكشف اراضي جديده ونقدم موضوعات جديده بمستويات متقدمه اكتر. فاحنا نفسنا نتطور وطلابنا كمان يتطوروا معانا ونفضل ندعمهم طول رحله نموهم ونجاحهم. والنهارده بعد 7 سنين من تأسيس بلانويا وانا بجهز للإصدار السابع من برنامج تأسيس المعماريين، اكتشفت ان بفضل الله الحلم اصبح حقيقة، وان الرؤية دي بقت واقع بيعيشوا دلوقتي اكتر من 3300 طالب من طلابنا في اكتر من 40 دولة مختلفة حوالين العالم. الموضوع ابتدى بمجموعة دورات لبرنامج ال 3D Max، وكانت الباكج وقتها 7 دورات. بعد كده اتوسعنا شوية وعملنا مجموعة من الورش والتطبيقات على الفي راي، والباكج بقت 19 دورة. وبعدين شرحنا الكورونا
دوره ومعاها مجموعه من الورش، والباكج بقت 28 دوره. وبعدين تخطينا الماكس وبدانا نشرح الاوتوكاد والريفت والفوتوشوب واللوميون وتوين موشن، وقدمنا باكج من 33 دوره. وبعدين شرحنا ادوات الذكاء الصناعي بكل انواعها ومعاها مصادر بلوكات الماكس وبناء مكتبات البلوكات، لحد ما وصلنا النهارده بعد الرحله الكبيره دي اننا بنقدم شرح لاساسيات علم التصميم الداخلي، من اول اسس ومعايير التصميم لحد اداره المشاريع التصميميه بكل تفاصيلها. واصبحت الباكج بتاعتنا 42 دوره. كل يوم بفضل الله حلمنا بيتحول لحقيقه، ودايما بتجيلنا اراء وتقييمات مبهره من الطلاب بتوعنا، وخطوه بخطوه بنبني افضل منصه تعليميه للمهندسين المعماريين في العالم العربي باذن الله. خلوني اخدكم بقى في رحله سريعه كده جوه الدورات بتاعتنا واوري لكم ليه هي افضل بدايه ليكم باذن الله للانطلاق. في الاول عندنا 4 دورات تاسيس في التصميم الداخلي. الدوره الاولى هي دوره مبادئ واساسيات التصميم الداخلي، ودي تعتبر المدخل والبدايه لاي حد عاوز يفهم اساسيات المجال وعناصره وفروعه، بدايه من الفهم العميق لدور المصمم الداخلي ومبادئ التصميم لحد ادق تفاصيل العناصر التصميميه، الخطوط، الاشكال، المجسمات، الالوان، الانماط، الخامات، الاضاءات. بعد كده نبدا بقى نغطي المعايير والاهداف التصميميه الجماليه منها والوظيفيه، وبعدين تتعلم ازاي تخطط لاي فراغ، بدايه من شكل الحركه جوه الفراغ لحد انواع الفرش وعناصر الديكور. وطبعا كل ده بنعمله بالتطبيق على امثله ونماذج من الواقع العملي. بعد كده ازاي تحول الافكار التصميميه دي لرسومات ولوحات، من اول ازاي تقرا اصلا بلان معماري لحد افكار التعبير عن الموضوعات دي كلها بالسكتشات والرسم والرند. بعد كده بندخل في الدوره الثانيه وهي دوره عمليات التصميم الداخلي، المشروع من البدايه للتسليم، ودي تعتبر دليل شامل لكل خطوات التصميم الداخلي. كل خطوه هنعرف نعمل فيها ايه الاخطاء اللي نتجنبها وايه الادوات اللي تستخدمها. هنمر على كل خطوات المشروعات، بدايه من زياره الموقع والرفع المساحي لحد الاتفاق والعقود، تطوير الفكره المبدئيه، وخطوات العمليه التصميميه بالتفصيل لحد بدايه التنفيذ وتوثيق مراحل المشروع، وبعدين الاتفاق مع المقاولين والصنايعيه، الاشراف على التنفيذ ومتابعه الاعمال، شراء وتوريد عناصر الديكور، بعد كده الفينش النهائي والتركيبات لحد انهاء المشروع وتسليمه، لحد كمان تقييم المشروع ما بعد التشغيل، وبعد كده ارشفه المشروع واستخدام مخرجاته كادوات تسويقيه. الدوره دي هتدي لك تصور متكامل لكل حاجه مطلوب منك تعملها كمهندس تصميم داخلي، بحيث تنور لك الطريق ازاي تنجح في المجال ده فعلا وما يكونش فيه اي مفاجآت بالنسبه لك، وتتجنب كتير من المشكلات والاخطاء اللي ممكن تكلفك وقت وفلوس ومجهود. لدرجه ان احنا حتى في الاخر بنتكلم عن اهم الاعتبارات القانونيه والاخلاقيه اللي لازم تاخد بالك منها وانت شغال عشان تخلص مشاريعك بامان وتكسب منها كويس وتكتسب خبرات وسابقة أعمال محترمة تساعدك في تطوير أعمالك وتكسب أرض جديدة كل يوم في السوق. بعد كده الدورة الثالثة وهي دورة أسس تخطيط وفرش الفراغات. في الدورة دي بنعلمك إزاي تحلل وتصمم أي فراغ يقابلك في أي مشروع من ناحية الحركة والفرش. بندرس أهم الاعتبارات التصميمية لفرش الفراغات، وبنحلل كتير من الأمثلة التطبيقية العملية على تصميمات ناجحة ومميزة عشان نتعلم منها فلسفة التصميم للفراغات دي. وبنفتح كتب الداتا وبنبص على أبعاد قطع الفرش المختلفة وإزاي نختار أفضل القطع المناسبة للفراغات. الهدف من الكورس ده إنه يعلمك طريقة التفكير في فرش وتخطيط الفراغات، عشان لما يجيلك أي مشروع جديد بمحددات مختلفة تقدر تتعامل معاه بسهولة بخطوات واضحة توصل بيها لنتائج مميزة وتدي لك أفضل حل لأي مشروع يقابلك بإذن الله. بعد كده الدورة الرابعة وهي دورة الطرز والأنماط التاريخية للتصميمات الداخلية والديكور، ودي بقى الدورة اللي هتساعدك تطور الحس الفني والتذوق الفني بتاعك، وده بيكون من خلال دراسة وتحليل أهم المدارس الفنية في التصميم الداخلي اللي هتعتبر بالنسبة لك مصدر للإلهام ومنبع للأفكار ومحرك للإبداع والابتكار، لأنها هتدي لك اختيارات كتير لعناصر تصميمية متنوعة ممكن تستخدمها في مشاريعك. كل عنصر بيبقى وراه تاريخ وقصة ومعنى بيضيف قيمة حقيقية لتصميماتك وبيزود قدرتك على إقناع عملاء. ده غير انه هيساعدك تفهم العملاء بتوعك. لما يجي لك عميل يوري لك صوره معينه ويقول لك عاوزين نعمل زي دي يا باشمهندس، تبقى قادر تحدد بالظبط دي تبع انهي ستايل، فتطمنهم انك فاهمهم وقادر تنفذ لهم طلبهم، وبالتالي يرتاحوا ليك ويشتغلوا معاك. وعشان تستكمل بقى ادواتك الاداريه للنجاح في مهمتك عملنا لك 3 دورات لاهم الادوات التنظيميه. اول دوره هي دوره مبادئ نوشن لتخطيط واداره مشاريع التصميم الداخلي. نوشن هو واحده من اهم ادوات التنظيم واداره المشاريع في
في العالم دلوقتي، وحرفيا بتغير حياة اي حد بيتعلمها ويوظفها في شغله وحياته بشكل عام. في الدورة دي مش بس هنعلمك ازاي تستخدم نوشن بشكل احترافي، ولكن هنعلمك ازاي توظفه كعقل ثانوي ترمي عليه كل افكارك ومشاريعك ويساعدك في تنظيمها وترتيبها، فتصفي ذهنك وتقلل من توترك وتساعدك تخلص حاجات اكتر في وقت اقل، وتساعدك كمان تتعاون مع الفريق بتاعك بشكل فعال وناجح باذن الله. بعد كده هتاخد دورة اساسيات التعامل مع اجهزة الكمبيوتر للمهندسين، ودي تعتبر دليل عام وشامل لاهم الادوات الاساسية لاي مهندس في جوانب الشغل والتنظيم والتعاون بين الفريق، من اول كيفية التعامل مع الويندوز، تسطيب البرامج، بحث الانترنت، لحد ادوات التواصل وادارة المشروعات والسوشيال ميديا والتسويق. بعد كده هتلاقي دورة مصادر بلوكات الماكس، ودي بقى هنعلمك فيها ازاي توصل لاي بلوك او ماتيريال او اي حاجة محتاجها للمشاريع بتاعتك على الانترنت. بنعلمك فيها اهم المواقع الموجودة سواء المجانية او المدفوعة، ازاي تستخدم التورنت والتليجرام وتبني مكتبة بلوكاتك بنفسك بدل ما تدفع فيها آلاف الجنيهات وفي الاخر تتوه فيها برضو وما تعرفش تطلع منها اللي انت محتاجه. كل ده بجانب ترسانة الادوات الرهيبة اللي بتاخدها معاك، واللي بتشمل برامج الاوتوكاد، الريفت، الفوتوشوب، والثري دي ماكس، الفي راي، والكورونا، واللوميون، والتوين موشن، وبرامج الذكاء الصناعي، شات جي بي تي، بينج شات، جوجل بارد، ميد جيرني، دالي 3، ادوبي فاير فلاي، ستيبل ديفيوجن، روم جي بي تي، ريفت فيراس، وغيرها كتير. حرفيا دي اكبر مكتبة دورات للادوات المعمارية في الوطن العربي. وطبعا اللي يعرفنا فاهم كويس اننا لما بنقول كورس ماكس مثلا ده معناه 10 دورات كاملين للشرح التفصيلي و17 ورشة للتطبيق العملي، يعني بنفصص لك كل حاجة ونخليك تجيب اخرها. برنامج تأسيسي معماريين يعتبر الاول من نوعه في الوطن العربي، اللي بيقدم لك عضوية مدى الحياة باشتراك مرة واحدة فقط على منصة فيها كل اللي انت محتاجه في المجال المعماري. وزي ما انت شايف كل فترة بنعمل تحديثات وبنضيف دورات جديدة، ولو انت لسه طالب جديد معانا هتاخد كل الدورات المتاحة في بلانويا دلوقتي، واول ما نعمل اي اصدارات جديدة بتقدر تعمل ترقية لاشتراكك وتاخد كل الجديد بتكلفة رمزية، وده طبعا حسب احتياجك وفي الوقت المناسب. يعني مشتركين السابقين هيعملوا دلوقتي ترقية وهياخدوا كل دورات التصميم الداخلي دي بتكلفة رمزية، فاشتراكك يعتبر بيأمنك انك تاخد كل الجديد وتفضل دايما سابق من غير اي اعباء مادية او التزام باشتراك شهري ثابت او اي مخاطرة من اي نوع. خلينا اديلك فكرة برضو عن مكتبة دورات البرامج بتاعتك. هتلاقي عندك دورة اساسيات الاوتوكاد، ودي بتتعلم فيها رسم المساقط الافقية والواجهات والقطاعات والرسومات التنفيذية. اساسيات الريفت لرسم مباني كاملة 2D و 3D وترندرها وتطلع لها المساقط والتنفيذيه وتطبعها وتعمل لها انيميشن كمان. اساسيات الفوتوشوب من الصفر لحد كل الادوات الاساسيه للمعماريين بتطبيقاتها. اساسيات الماكس، وده يعتبر طبعا واحد من اهم البرامج، عشان كده بنتعمق فيه بدرجه كبيره جدا، وطبعا بنبدا من الصفر لحد ما نعمل مشاريع احترافيه متكامله مرورا بكل حاجه محتاج تعرفها فيه بالتفصيل. اساسيات الفي راي واساسيات الكورونا اللي هم طبعا اساس الريندر الاحترافي والواقعيه، واللي من خلالهم هتقدر تطلع بقى الصور المبهره اللي بتشوفها على النت باذن الله. بعد كده هتاخد اساسيات اللوميون واساسيات التوين موشن، ودول من اهم البرامج دلوقتي في اخراج الصور الواقعيه والانيميشن والفي ار في اقل وقت ممكن. بعد كده بنتعلم ادوات الذكاء الصناعي. اساسيات الذكاء الصناعي للكتابه اللي بنتعلم فيها ازاي تستخدم شات جي بي تي انك تعمل تحليل لمشروعاتك، تكتب كل مراسلاتك وعقودك وتوصيفات مشاريعك والبروبوزلز والبرزنتيشنز، وحتى ازاي تعمل عليه ريسيرش وتوصل لاي معلومه انت عاوزها في ثواني معدوده. بعد كده بناخد اساسيات الذكاء الصناعي للصور اللي بتدي لك بحر من الافكار التصميميه، بمجرد ما توصف انت محتاج ايه هتلاقيه بيطلع لك كتير من الافكار زي ادوات ميد جيرني، دالي 3، فاير فلاي وغيرها. بعد كده هناخد ادوات الذكاء الصناعي اللي بتركب على البرامج بتاعتنا، زي مثلا اداه فيراس اللي بتضاف للريفت بتخلينا نرندر اي اكستيريور او انتيريور بمئات الستايلات المختلفه وباحترافيه غير مسبوقه في الريفت. وعندنا اداه الكيد اللي بتربط ستيبل ديفيوجن بالفوتوشوب وبتدي له امكانيات لا حصر له، وطبعا بتاخد شهادات معتمده من المنصه عن البرامج الاساسيه. ولكن طبعا اهم شهاده والشهاده الحقيقيه فعلا هي شغلك وانتاجك الفعلي اللي هتعمله بايدك ويثبت بجد انك اتقنت البرامج دي. عشان كده كل حاجه بنشرحها على تطبيقات عمليه، على مشروعات حقيقيه بتعملها بنفسك، وده بيكون من خلال 17 ورشه كاملين للتطبيق العملي، انتيريور واكستيريور، في راي وكورونا، 17 مشروع كاملين من الصفر هنعملهم مع بعض بكل تفاصيلهم، من اول فايل فاضي مرورا بكل تفاصيل الموديلنج والماتيريالز والاضاءات، لحد ما نعلمك ازاي تاخد لقطات احترافيه وترندرها
تغيرها وتظبطها بعد كده بالفوتوشوب وتطلع صور نهائيه تقدر تضيفها للسي في بتاعك وتكتسب بيها خبره عمليه حقيقيه. ومع كل ده هتاخد كمان 7 دورات 3 دي ماكس مجانيه. الدوره الاولى مشكلات الماكس المتكرره والحيل والنصايح، موسوعه ادوات الماكس، اساسيات ومبادئ الانيميشن، كورس اللقطات الحلوه، كورس الماكتات الهجينه، كورس ال100 مشروع، كورس اضافات التميز في الماكس المعماري. كل كورس من دول بحر كبير بيغطي موضوع معين. يكفي ان اقول لكم ان كورس ال100 مشروع مثلا ده بنتعلم فيه مع بعض افكار الموديلنج ل100 مشروع مختلفين عشان نوسع نطاق خبراتنا بلا حدود. وكورس اضافات التميز ده بيشرح اهم وافضل 50 بلجن وسكريبت في الماكس اللي بيزود قدرات وامكانيات البرنامج بشكل لا يمكن تتخيله الا لما تجربه بنفسك. ومع كل ده هتاخد طبعا دعمنا الكامل، هنصحح لك تمارينك ونوجهك ونرد على كل اسئلتك ونساعدك تحل كل مشاكلك. بنفضل معاك طول الوقت كل يوم خطوه بخطوه عشان تكون دايما مطمن ان احنا في ظهرك وسند ليك، فتدخل بقلب جامد في اي تطبيق او مشروع او اي شغل من اي نوع. وطبعا الدورات كلها هتكون متاحه ليك اونلاين مدى الحياه بالفيديوهات المسجله من خلال المنصه، يعني تقدر ترجع لها في اي وقت تفتكر اي حاجه او تراجع على اي حاجه. المهم تخلي بالك ان العرض الحالي متاح لفتره محدوده جدا، فالحق استغل الفرصه واشترك دلوقتي، خاصه وانك في امان كامل لانك بتاخد ضمان كامل انك لو حسيت ان الدورات مش مناسبه ليك لاي سبب خلال 14 يوم من الاشتراك تقدر تنسحب منها وتاخد فلوسك تاني كامله، يعني فلوسك مضمونه 100%. وطبعا ده من ثقتنا باذن الله انك هتلاقي الوعد بتاعنا حقيقي وان الدورات هتفرق معاك بجد. احنا في الاخر هدفنا انك تتعلم وتستفيد فعلا، عشان كده لازم تتحرك دلوقتي وتستغل فرصه الخصم الكبير والهدايا المجانيه المتاحه معاك. وبعد ما تكمل عمليه الاشتراك هنعلمك ازاي تدخل على الدورات، ازاي تستخدم المنصه، ازاي تسلم التمارين وتدخل على جروب الدعم، كل الحاجات دي. فباذن الله هتلاقي فريق خدمه العملاء متاح طول الوقت لخدمتك ودعمك لحد ما تخلص عمليه الاشتراك بسهوله، وبعد كده تنتقل لفريق الدعم الاكاديمي اللي هيفضل معاك طول فتره دراستك للدورات باذن الله. يلا اضغط دلوقتي على الزرار او اللينك اللي موجود تحت الفيديو، ادخل سجل بياناتك وانضم لينا. مستنيكم جوه الدورات باذن الله.